السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض يا حبايب قلبي الحواوشي الفراخ. هتعملي ازاي يا ام لمار؟ شايفين الجمال والحركات والتركات بقى؟ يا جمال يا جمال. ايه ده؟ شيف براك في نفسه كده. انا والله عملت يا حبايب قلبي الحواوشي بالفراخ بطريقه سهله وبسيطه كده يا حبايبي. يا رب تعجبكم وتنول رضاكم. شايفين السندوتش عامل ازاي حبايب قلبي؟ رغيف الحواوشي بسم الله ما شاء الله، والخلطه اللي جوه ايه تحفه، من صدر فرخه يا حبايب قلبي. عملت اكبر كميه بسم الله ما شاء الله. والسندوتش كده ايه يملى العين وجميل يا حبايب قلبي، ومليان بقى ايه خضار ومليان حاجات حلوه يا حبايبي. اتشبع كده وجميل، وطبق سلطه جنب منه. تعالوا يلا خشوا معايا الفيديو نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. التركات والحركات كلها عندنا. جبنا بقى ايه كميه بصل محترمه كده، وحته دهن يا حبايب قلبي، والبهارات بتاعتنا، وفلفل اخضر واحمر وقرن شطه وجزرتين، وعيش بلدي يا حبايب قلبي. احنا ما جبناش عيش مخصوص للحواوشي. انا كنت جايبه اللي في اليوم ده عيش بلدي حلو كده يا حبايبي، ولقيته بيتفتح حلو كده. قلت يلا قومي ايه تشجعي كده يا ام لمر واعملي ايه حواوشي للعيال كده، وما تخليش نفسهم في حاجه. يلا ان شاء الله ما حد حوش. عندي صدر فرخه يا حبايب قلبي، وجبت كميه البصل المحترمه دي كده. طبعا ايه ما احنا هنعمل ايه؟ يا نملاها لحمه فراخ، يا نملاها بصل. هنعمل ايه يعني؟ اهو يا حبايب قلبي كميه بصل محترمه كده معانا. وهنجيب طبعا الحاجات الخضار والحاجات دي كلها فوائد يا حبايبي، مش لازم لحوم كتير. وهنجيب بقى الفلفل بقى الالوان عندنا احمر واخضر وايه، وقرن شطه حلو كده على الرغبه، اللي عايز يعني يحط شطه. طبعا الحواوشي يعني ايه لازم قرن شطه سبايسي كده يا حبايب قلبي. تمام. كميه فلفل برضو معتبره كده، ونفرمهم برضو ونحطهم على الايه على البصل بتاعنا. يلا شوف هنجيب ايه كمان نحطه على البصل على الحاجات الحلوه بتاعتنا دي. نفرم الايه الفراخ بتاعتنا برضو كده يا حبايب قلبي. قطعتها عشوائي كده مكعبات كده هون، وحطيتها في قلب الكبه بتاعتنا. هنفرمها برضو. هتفرمها يا ام لمر؟ ايوه هنفرمها يا حبايب قلبي. في ناس بقى بتقطعها مكعبات، لا احنا ايه هنفرمها. تمام. ولو وصلتي بقى معايا في الفيديو لحد تقطيع الايه الفراخ كده في الكبه، حطي لي لايك، ما تبخليش عليا بلايك وكومنت حلو منك كده يشجعني. يا احلى واغلى متابعين في الدنيا، بحبكم في الله يا اغلى واجمل الناس. حطيت بقى ايه اللحمه بتاعتنا، الفراخ بتاعتنا هي لحمه. شوف دماغي برضو في اللحم يا ست، دماغك خلاها تنسى شويه، مفيش فايده. كل ما اقول الفراخ انسى واقول لحم. يلا هي لحمه في نفسها. المهم يا حبيب قلبي اهو هنستغنى بقى عن اللحمه، وهنعمل ايه احلى حواوشي بالفراخ. تمام. هنقطع بقى ايه قطع الفراخ كده معانا. الصدر بسم الله ما شاء الله كفه كميه حواوشي بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. كلنا وشبعنا وفض كمان يا حبايب قلبي. هنفرم بقى الايه الصدر الفرخه بتاعنا كده ماشي، وهنعمه ونحطه بقى على الايه على البصل الجميل بتاعنا كده. وعندي حته دهنه بقى يا حبايبي، التركه الجميله دي حته دهنه جميله كده حطيناها عليه، ادته طعم ايه ونفس ايه ما اقولكوش. كأن لحمه جايه من عند الجزار، كأنك عامله الحواوشي ده بلحمه والله العظيم. تحفه تحفه. جربوا بس الطريقه دي معايا يا حبايبي وايه ومش هتندموا. عملت بقى ايه بشيل كده اي جلده اي حاجه في الدهن يا حبايب قلبي، واشيلها كده وهديها ضربه كمان في الكبه مع الفراخ. خليها كده ايه كلها مع بعضها اهو. وهنفضها بقى ايه على الحاجات الجميله اللي احنا عملناها يا حبايبي. تمام. هنجيب الاول الجزرتين. فين الجزرتين يا ام لمر؟ نسيناهم الاول. هنحط الجزرتين على الكلام الجميل اللي احنا عملناه ده اهو. نبشرهم كده بشره حلو كده. ما احنا بنعمل بقى ايه اكل صحي ومفيد وقيمه غذائيه، ونكتر في نفس الوقت كله مع بعض. وننزل بقى بالفراخ بتاعتنا كده على الايه على الكلام الجميل ده كله اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله صدر الفرخه عامل معايا كميه قد ايه؟ اللهم بارك. هنقلبه بقى كله مع بعضه كده، وننزل بقى بالتوابل. عندي جنزبيل وكركم وشطة وفلفل اسمر وكمون.
كل البهارات اللي انت عايزه تحطيها بقى حطيها انت وراحتك. تمام. بس دول البهارات اللي انا متوفره عندي، ودي اللي انا حطيته يا حبايب قلبي. بهارات فراخ ماشي، بهارات كبسه ماشي، اللي انت عايزه تحطيه في الخلطه بتاعت الحواوشي بتاعتك حطيها. تمام. طبعا ما ينفعش معانا موضوع الاسباتولا دون والتقليب كده، لا هننزل بايدينا كده يا حبايب قلبي، ندخل المكونات الجميله دي كلها مع بعض اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين الالوان؟ والله تتاكل نيه والله يا حبايب قلبي. شايفين الجمال؟ ايه رايكم؟ هنجيب بقى شويه زيت كده في صينيه ونحطها على النار، وبعد كده ننزل بالكلام الجميل ده كله عليه اهو. هنحط فيها شويه زيت كده، وننزل بقى نعصج الكلام ده كله يا حبيب قلبي اهو. هتحسوا ان الفراخ تايهه في قلب الخضار كده، بس هتشوفها دلوقتي يا حبايب قلبي اما تستوي هتبقى زي الفل. شايفين الكميه؟ ما شاء الله اللهم بارك اهو. ده كله من صدر فرخه واحد يا حبايب قلبي اهو. عايزه بقى لايكات كتير يا حبايب قلبي، ولو وصفاتي بقى بتعجبكم تنسوش بقى لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. واي حاجه برضو سلبيه يا حبايب قلبي قولوها، اي حاجه مش عاجباكم في الفيديو عرفوني وقولوا لي، انا بتعلم معاكم يا حبايب قلبي، واحنا كلنا بنتعلم من بعض. ولو عايزين اي حاجه اعملها لكم قولوا لي برضو يا حبايبي في التعليقات اهو. ايه رايكم بقى في الجمال ده وفي الالوان الجميله دي؟ هنعصق بقى الفراخ كده مع الخضار الجميل ده كده كله مع بعضه. وبعد كده بقى نشوف العيش بتاعنا يا حبايبي. انا قطعته بالطريقه دي. هو مش عيش، المفروض عيش الحواوشي بقى عيش صغير كده شويه، بس بصراحه انا في اليوم ده جبت عيش كان حلو من الفرن، ولقيته بيتفتح كده معايا بسهوله، جيت فاتحاه بالشكل دون وقلت يلا عشان الرغيف يملى العين كده وناكل ونشبع. بسم الله ما شاء الله. شايفين كميه الحواوشي يا حبايبي؟ العيش اللي انا فتحته علشان نعمل بقى بيه الحواوشي اهو. شايفين؟ وهنعبي بقى كده. شايفين الكميه انا بعبي قد ايه؟ بملى الرغيف ما شاء الله اللهم بارك اهو. عايزه انت بقى تزودي تنقصي براحتك اهو. عمل معايا كميه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، والرغيف مليان بألف هنا وشفا اهو. بعد كده بقى هنعمله في الطاسه يا حبايب قلبي. ندهن الطاسه سمنه على زيت كده، وبعد كده نعمله. عايزه تسويه في الفرن تدهني برضو وشه والارضيه بتاعته، وبعد كده تحطيه في الفرن ياخد لون كده معاكي ويقرمش، مفيش مشكله. عايزه تعمليه في الطاسه على البوتاجاز برضو زي ما احنا هنعمله مع بعض، طريقه سهله وبسيطه وسريعه. هنعمله مع بعض يا حبايب قلبي اهو. شايفين؟ ايه رايكم؟ عجب الولاد جدا يا حبايب قلبي، وكل يوم عايزين الحاجات دي. اسهل من الطبيخ يا حبايب قلبي. طبعا انتوا عارفين طبعا الطبيخ في الصيف ما بيتاكلش، فطبعا نعمل يوم عايزين شاورما، يوم عايزين حواوشي، يوم عايزين جلاش، يوم عايزين مش عارف حاجات كلها يا حبايب قلبي لو حسبتيها تلاقيها بسعر بعضها. بس المهم ان انت تعمليها بطريقه حلوه وطريقه تعجب ولادك وياكلوها يا حبايب قلبي وتفيد في جسمه اهو. خلصنا الكميه بتاعتنا اللي معانا يا حبايب قلبي. هننزل بقى زي ما انتم شايفين بقى بالطريقه العاديه خالص. هنعمله في الطاسه. لو انت عايزه بقى زي ما قلت لك تعمليه في الفرن بتدهني وشه وظهره وتحطيه فين في الفرن يا حبايب قلبي، تديله لون ويطلع معاكي زي الفل. بس انا المره دي عملته في الطاسه اهو. ايه رايكم؟ بقى اقل حاجه عملنا احلى حاجه لاولادنا، ووفرنا ودبرنا في بيتنا. شايفين الجمال؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله طالع زي الفل اهو. مقرمش حلو كده من بره، ومن جوه الفراخ طعمها زي العسل يا حبايب قلبي
اهو تقلبي كده على اليمتين لحد ما ياخد معاكي لون جميل كده وتطلعي. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ يا رب المحتوى بتاعي يكون بيعجبكم وينول رضاكم يا حبايب قلبي. اسيبكم في فيديو جديد وفي رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.